صباح الفل جدا. شايفين الجمال والبحر الرائع والمية المعدنية الصافية دي في بلدنا في مرسى مطروح. هقول لكم ايجازا كده في فيديو سريع ايه الاماكن الحلوة جدا، اسعار كل حاجة. هبتدي باسعار الشقق، اسعار الشواطئ، اسعار المواصلات، كل حاجة. اول حاجة اسعار الشقق موجودة دلوقتي بتبتدي من رينج 700 جنيه دوت. لو شقة مراوح بس على حسب الموقع بتختلف. اخرها كام؟ لا ملهاش اخر. يعني الشقق في مرسى مطروح ملهاش سعر نهائي، يعني احنا كل واحد بقى هو وحظه يعني. بفضل الاماكن اللي الواحد يروحها تكون في قلب اسكندريه، علم الروم. في قلب اسكندريه زي ما قلت لكم، شارع اسكندريه، الحتت اللي هي حيويه. انا ما بحبش الحتت اللي بعيده، خاصه لو حد او اسره ما عندهمش عربيه. بتكون بعيده عن الخدمات، وبتكون بعيده عن قلب مطروح يعني. اسعار العربيات بقى، المواصلات بالنسبه للناس اللي ما عندهمش عربيات، في اماكن بتروحها المواصلات العامه اللي هي الاتوبيسات او كده. انا ما جربتهاش فما اعرفش الصراحه مواعيدها، التحرك بتاعها. انا عارفه ان ليها موقف في شارع اسكندريه، بس انا ما اعرفش مواعيدها ايه، بتروح فين. اللي انا اعرفه ان في باصات معينه بتروح شط عجيبه، بس انا الصراحه ما جربتهاش. افضل الشواطئ من وجهه نظري شواطئ الأبيض. طبعا دي لا غبار عليها ومفيش كلام حد يقدر يقوله بالنسبة لجمال المية وصفائها لا، المالديف حرفيا. وخاصة لما بتبقى شواطئ الواحد نزل الصبح بدري، او شط ما فيهوش زحمة. من انضف الاماكن اللي انا روحتها بالنسبه لي اللي هو الشط بتاع سالم دواس، اللي هو المالديف. وده حرفيا انا طبعا سايباكم تبصوا على الميه خطيره خطيره، وهسيب لكم صور في اخر الفيديو هتشوفوها ديت. لا، الصور الواحد ما يحسش ان هو متصورها في مصر اصلا. صور جميله جدا وحاجه فوق رائعه بجد والله العظيم. الواحد يعني من الاماكن اللي الواحد بيروحها بحس ان انا بتفصل عن الدنيا كلها. انا دلوقتي احنا كنا رايحين على الكورنيش الجديد اللي هي الشط بتاع سالم دواس، او شط تاني انا روحته اسمه ملوك الساحل. الاتنين دول حلوين جدا والاتنين نضاف جدا. اسعار الشواطئ ايه؟ احنا عندنا اسعار الشواطئ سالم دواس دوت اللي هو اللي انا عرفت انه ليه شطين، اللي هو المالديف وام الرخم. الاتنين دول هو في 4 كراسي بشمسية بتكون ب130 جنيه. وديت احسن حاجة بصراحة. انا شايفة ان هي يعني سعر مناسب وما هواش بالنسبة للاسعار التانية. يعني في شواطئ تانية واحد يروح